السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موسى أحمد. اسمحوا لي في البداية بس أعرفكم بنفسي أكتر. اسمي موسى أحمد ضيف، 30 سنة، من أسوان، مصري الجنسية، نوبي الهوية، بكالوريوس خدمة اجتماعية، ودبلومة إرشاد سياحي من جامعة اسكندرية وعجبي. برحب بكم على قناتي موزس ديفسون، وأول حلقة فعلية من برنامجنا The English فيناتكس، لسبب وقلنا قبل كده في الحلقة التقديمية إنه بيتكلم عن كيفية نطق اللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة، ونفهم صح ونتفهم صح. أول حاجة لازم نعرفها عشان نبتدي نتكلم إنجليش صح حاجة اسمها The Origins of Speech أو المخارج بصفة عامة. وأنا زي ما قلت قبل كده برضو في الفيديو السابق بتاعنا إن احنا كعرب الحمد لله ما عندناش اي مشاكل في موضوع المخارج، عكس ناس تانية كتير. يعني مثلا قريت دراسة عن الطفل الياباني بعد ال5 سنين مش بيعرف يفرق بين الصوت را وصوت لا. را لا مختلفين جدا، بس هو مش بيعرف يفرق بينهم، خلاص اتعود، لغته ما فيهاش. الحمد لله الموضوع ده مش عندنا. فلما هنيجي هنتكلم عن the organs of speech اللي قلنا عليها، اللي هي الأعضاء الداخلية الخاصة بعملية النطق أو الحديث، هنيجي أول عضو داخلي بيتحرك معانا الطبيعي اسمه lung أو lungs في الجمع، اللي هو الرئة. ضخ الهواء وبيبتدي الصوت يطلع. الصوت بيعدي على مراحل كتير واعضاء كتير في جسمنا هي اللي بتحدد الصوت ده طالع ازاي ونوعه ايه وهيتسمع ازاي. عندنا حاجه اسمها الفوكال كوردز اللي هي الاحبال الصوتيه، هي اللي بتحدد الصوت اذا كان voiced ولا unvoiced. يعني ايه voiced ويعني ايه unvoiced؟ يعني مثلا نعمل تمرين بسيط معايا لو سمحت. هنحط صباعين هنا نلمسهم ونقول د حرف التي او صوت التي د. هنحس بفايبريشن، اهتزاز في المنطقه دي اللي هي الاحبال الصوتيه. على العكس لو قلنا تا 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 تا، صوت التا مش هنحس بالفايبريشن دي. في الحاله دي الصوت بيبقى اسمه unvoiced اللي هو تا، وصوت الدا اللي فيه فايبريشن بيتقال عليه voiced. الحاجات دي كلها هنشرحها بالتفصيل، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، بس دي لازم تعرفها كمعلومه عنها. هنيجي بعد كده لحاجه اسمها الاورال كافيتي والنيزل كافيتي، التجويف الانفي والتجويف الانفي والتجويف الفمي. التجويف الانفي النيزل كافيتي مختصه عندنا باصوات معينه، مثلا صوت الام، صوت الان، دي بنبقى قافلين فيها بقنا بس الهواء بيطلع من النيزل كافيتي. الاورال كافيتي بقى حاجات كتير قوي. عندنا الباليت اللي هو سقف الحلق اللي احنا بنقول عليه، اول طرفه بعد السنان على طول. لو عملت كده بلسانك المنطقه دي اسمها الفيلر ريدج اللي بيتنطق منها اصوات زي تا. لو دخلنا لساننا جوه شويه على الهارد باليت اللي هي سقف الحلق هتبقى صوت دا. فرق بسيط قوي غير الصوت. جوه بقى منطقه اسمها السوفت باليت اللي بيطلع منها اصوات زي going playing وهكذا. طبعا قدامكم دلوقتي هتظهر صوره فيها كل التفاصيل اللي اتكلمنا عنها، وانا حبيت اوصلها لكم واترجمها لكم الاول بالعربي قبل ما نشوف. طيب كلنا متفقين ان الانجليش 26 حرف. ممكن بس بعد اذن حضرتك تجرب معايا repeat after me loudly. repeat after me loudly يعني كرر، عيد ورايا بصوت عالي. A B C D E F
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ودي حروف اللغة الإنجليزية معانا، اللي زي ما قلنا قبل كده برضه إن هم بيتقسموا لنوعين: consonants letters و vowels letters. حروف الكونسونانت اللي هي الساكنة، حروف الفاولز اللي هي المتحركة. الحروف المتحركة 5: A E I O U على بعضهم أيو. الحروف الساكنة 21 حرف الباقيين، ومنهم voiced اللي قلنا عليه والunvoiced اللي برضه شرحناه. وقدامنا دلوقتي لوحة بتوضح الأصوات ال 44 بتوع اللغة الإنجليزية اللي متقسمين على 3 مجموعات: consonant sounds، single vowel sounds، والdiphthong sounds. الكونسونانت ساوندز دي الأصوات اللي بتصدر من الحروف الساكنة. السنجل فاولز ساوندز دي الأصوات اللي بتصدر من الحروف المتحركة. إنما الديفثونجز دي إيه؟ عبارة عن إيه الديفثونجز دي؟ دي عبارة عن صوتين متحركين مدمجين في صيغة صوت واحد. وكل الأصوات اللي قدام حضراتكم دي هناخدها بالتفصيل خلال برنامجنا إن شاء الله، فما تشغلوش بالكم، ركزوا كويس، إن شاء الله مع بعض نتقدم ونعلى بالفوناتكس والليفل بتاعنا في الإنجليش سبيكينج. في النهاية أحب أشكر أستاذ محمد عصام صديقي ونوت كورسز في شارع الشوارب في أسوان مول السيدة نفيسة على إنهم يعني تبنوا فكرة المشروع ده، فكرة إن إحنا نعمل كورسات فور فري للناس، وإن إحنا نعلى كلنا مع بعض إن شاء الله هنوصل. ولو حبيت الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، شير، لايك، كومنتس. لو احتجت أي معلومة أي حاجة، وفي الديسكريبشنز تحت إن شاء الله في كل الطرق اللي ممكن نتواصل بيها مع بعضنا، إن شاء الله نساعد بعض كلنا، وبإذن الله نتقدم للأمام صح. Just little bit of focusing and just a little bit of practicing and a little bit of some luck and you will reach your goal. Assalamu alaikum.